بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الأحمر. يلا كده يا اهلاوية، عاوزين نوصل 1000 مشترك يا اهلاوية. احنا طبعا في ماتش الأهلي وحرس الحدود في الدوري، ماتش مهم جدا للنادي الأهلي، ماتش صعب في نفس اللحظة، يعني من حرس الحدود فرقة كويسة. كان عاملين ماتش حلو جدا 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 مع بيراميدز الماتش اللي فات، بس كسبوا كده في الآخر، خسروا في الآخر قصدي. ففريق كويس، فريق عنده كورة، عنده لعبة كويسة، عنده مدرب كويس، عنده فرقة كويسة بصراحة حرس الحدود. بس أول حاجة كده طبعا احنا نبارك نفسنا طبعا، ونبارك لمحمد بن رمضان ضمن النادي الأهلي. محمد بن رمضان كانت صفقة منتظرة بقالها كتير جدا من السنة اللي فاتت، كان عليها كلام كتير جدا جدا جدا، والأهلي حاول يجيبه السنة اللي فاتت لكن فشل، ما نفعش، معرفش يجيبه. فإنه السنة دي إن شاء الله محمد بن رمضان يكون معانا. صفقة قوية جدا، صفقة حلوة جدا، أي قوة في نص الملعب طبعا مع إمام عاشور والناس اللي موجودة في نص الملعب. صفقة الأهلي فعلا بيعمل صفقات جامدة جدا، زيزو وبن شرقي وعطية ولسه إن شاء الله بإذن الله في تاني بإذن الله. عايزين واحد في الشمال بقى إن شاء الله بإذن الله يكون قوي كده، يكون برضه في نفس في نفس النجوم الموجودة. فبن رمضان أهلاوي خلاص يا جماعة، الحمد لله، منتظرين بقى منه بقى كتير بإذن الله مع النادي الأهلي. نخش بقى في ماتش النهاردة. طبعا الأهلي النهاردة عنده حرس الحدود، هنشوف القائمة اللي واخدها مع مدى النحاس، أتوقع التشكيل كده مع بعضنا، أتوقع النتيجة. القائمة اللي واخدها مدى النحاس: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، مصطفى العش، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كوكا، عمر الساعي، حمد الله بالسلامة مع عمر، مروان عطية، عمرو السولية، كريم ندفد، محمد أفشار، أحمد رضا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، جيرارد ياشار، ووسام أبو علي. دي القائمة اللي واخدها كابتن عماد النحاس في ماتش النهاردة. عوضه طبعا عمر الساعي، الحمد لله بالسلامة. عمر كان مختفي جدا مع كولر، وعمر السولية شفنا الماتش اللي فات بس يعني متهيألي النهارده ممكن ميبدأوش بيه. أتوقع تشكيل دلوقتي مع بعضين وأتوقع نتيجة. أتوقع برضه ممكن يلعب محمد الشناوي الماتش ده، ممكن ميبدأش بيه، ممكن يبدأ بمصطفى شوبير. فالقايمة بتاعت الأهلي الحمد لله قائمة مفيهاش غير بس أشرف داري المصاب ويحيى عطية الله وكريم الدبيس. يعني الأهلي بقى المفروض بقى يخلص بدري بدري، محتاج زي الماتش اللي فات كده نجيب جونين ونريح لغاية لما نخش فينا جونين عشان إيه، نهاجم ونكسب يعني. لازم من أول ماتش كده نحاول نخلص من بدري بدري عشان نريح نفسنا. نتوقع كده تشكيل مع بعضينا. نتوقع مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، أحمد رضا، سوري، إمام عاشور، واحد قدام طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات، وأشرف بن شرقي، ووسام أبو علي. ده التشكيل اللي متوقع نظهر في ماتش الأهلي. هنقوله تاني: مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول. في نص الملعب يكون أحمد رضا، مروان عطية، إمام عاشور، وقدام طاهر، حسين، أشرف بن شرقي، ووسام أبو علي. ده التشكيل المتوقع النهارده ماتش الأهلي. هيريح محمد الشناوي شوية، محمد الشناوي بقاله فترة كتير مريحش، فمحتاج يريح شوية وكويس وكل حاجة، والجونين اللي فاتوا مش بتوعه خالص يعني. لكن نريح الماتش الجاي عشان عندنا ماتش المصري، الماتش الجاي ماتش صعب جدا برضه، ماتش المصري، فكده هيريح الشناوي عشان ماتش المصري الماتش اللي جاي. فده التشكيل المتوقع جدا للنهارده ماتش الأهلي. نتوقع النتيجة مثلا إن شاء الله بإذن الله 2-1 للأهلي أو 3-0، عشان نركز يعني لو مخدناش الدوري نضمن المركز التاني عشان نلعب أفريقيا السنة الجاية إن شاء الله. أهم حاجة عندنا دلوقتي أفريقيا، الدوري ممكن يكون بعيد شوية، فلو بيراميدز بقى عمل حاجة وخسر ماتشين ولا حاجة فهتبقى الدنيا كويسة معانا. لكن احنا نركز احنا إن شاء الله بإذن الله نكسب كل الماتشات اللي جاية أيا كان بقى مين بيلعب مين، وحتى لو مخدناش الدوري بقى كده احنا عملنا اللي علينا، نضمن المركز التاني عشان نلعب أفريقيا السنة الجاية. احنا مينفعش منلعبش أفريقيا ونلعب كونفدرالية، يعني هتبقى صعبة جدا 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 علينا. الكونفدرالية دي مش بتاعتنا يعني، بتاعت عمنا وكانت طموحنا خالص اللي هي الكونفدرالية دي. فإن شاء الله بإذن الله النهارده الأهلي يعمل حاجة كويسة ويكسب بقى من بدري بدري ويريحنا بقى، وماتش لو جابوا جونين وريح دي صعبة أوي أوي أوي. وعايزين بقى نشوف عمر الساعي، يا ريت النهارده الشوط التاني حتى شوية. الراجل بعيد جدا مع الكورة مكانش بيلعبه، مكانش يقعد معاه أساسا، ولا هو علي معلول. إن شاء الله ممكن يبدأ النهارده بعلي معلول، الماتش برضه مش قوي أوي يعني، مش زي بتروجيت كده، ممكن يبدأ بيه عادي جدا، ولا ممكن لاعب كبير طبعا ونجم كبير.
على الأقل حتى عشان لما نعوزه في ماتش المصري نلاقيه، يبقى عنده حتى رجليه في الملعب. يا ريت يبدأ بعلي معلول، يفرق معانا كتير جدا جدا جدا. علي معلول بدأ وكان فايق، هيفرق معانا في ماتش المصري ويفرق معانا في الماتش اللي جاية. فبالتوفيق نادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله السبب طبعا موضوع المدرب لسه الأهلي ما شافوش، احنا عايزين مدرب قوي جدا جدا جدا. انت معاك نجوم كبيرة، لازم يكون مدرب يعرف يتحكم في النجوم دي كلها، يكون عندهم حاجة شخصية في أوضة اللبس وشخصية في الملعب، ويعرف يتحكم في اللعيبة دي، بس ما يوقعناش حد منهم، يدي فرص للناس كلها واللي يشوف الأحسن والأصلح والجاهز يلعب بيه. فلسه هنشوف الأهلي هيجيب مدرب مين، فاضل شهر تقريبا على كأس العالم للأندية. محتاجين يجي بسرعة عشان يتعرف على اللعيبة ويعرف اللعيبة ويحط خطته ويحط بصمته مع النادي الأهلي. فده كان كل حاجة النهاردة عن ماتش الأهلي وحرس الحدود. في الأهلاوية بقى عايزين نوصل ألف مشترك يا أهلاوية، وعلى الجرس، شكرا في القناة ودنا رأيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.